السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة عالم مريم للطبخ. نتمنىكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم جبت لكم فيديو جديد، غادي نحضر معكم طرطة كتجي باردة ومنعشة في هذا الوقت ديال الحرارة. نستغلوها، ما فيهاش مكونات صعبين بزاف، سهلة واقتصادية. تابعوا معايا المكونات إلى الأخير، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، وشجعوني في القناة. تابعوا معايا الفيديو إلى الأخير. اول حاجه غادي نبدا بها، عندي هنا 220 غرام ديال البسكويت، اي نوعيه بغيتو تستعملوها. انا هنا دقيتو، بغيتو طحنوه في الهشوار من الاحسن. عندي 8 معالق الزبده كبارين مذابه او 80 غرام ديال الزبده. غادي نخلط هاد الكيكس مع الزبده مزيان. غادي نجيب واحد المول، عندي القطر ديالو هنا 24 سنتيم. غادي نكب هاد الخليط كامل في المول، وغادي نوزعو على المول كامل، وغادي نحاول نضغط عليه بالمعلقه. غادي نثبتو مزيان في المول، ضروري نضغطوا عليه مزيان. صافي هنا غادي ندخلها للثلاجه باش تشبرنا مزيان، وغادي نمشي نحضر الكريمه ديالي. وفي الكريمه هنايا جبت واحد كاسرونه، غادي نوضع فيها 5 ديال المعالق كبارين ديال الكريم باتيسير. غادي نضيف عليهم 3 معالق ديال السكر يكونوا كبارين، وغادي نوضع واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. هاد الطرطه ما فيهاش شي مقادير كثيره. هنايا عندي نصف لتر ديال الحليب بارد، غادي نوضع نصف كميه، غادي نخلطها مع هاد المكونات باش ما تعمليش هذيك الحبيبات. غادي نخلطها مزيان، عاد غادي نضيف النصف الاخر. غادي نضيف 2 علب ديال الياغورت الطبيعي 110 غرام. عندي هنا المجموع 220 غرام. 2 علب ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر. غادي نخلط مزيان هاد المكونات، عاد غادي نضيف عليهم هاد الحليب اللي بقى لي. صافي هنا غادي نوضع على البوطه، وغادي نبقى بالتحريك المستمر حتى تعقد لي هاد الكريمه. غادي ضروري نبقى نخلط، ما نوقفش يدي حتى ترجع لي على هاد القوام هذا. هنايا عندي واحد 4 ديال الخوخات، قطعتهم قشرتهم قطعتهم طريفات صغارين، 4 أو 3. انا كانوا عندي الحجم صغير باش قطعت 4 صغارين. صافي غادي نوزع هاد الكريمه على المول ديالي، غادي نوزعها كامله على المول. هانتوما كما كتشوفوا كتجي لذيذه، المذاق ديالها كيجي روعه، غادي تعجبكم. صافي هنايا بعد ما وزعتها كامله على المول، غادي نخليها حتى تشبر الحراره ديال الغرفه. عاد غادي نوضع عليها بلاستيك غذائي، وغادي ندخلوها للثلاجه لمده 5 أو 6 ساعات، او من الاحسن تبات في الثلاجه حتى لغدا. بعد ما بردت لي الطرطه ديالي انا خرجتها، زولت لها هذا القالب. حمرت هنايا شويه ديال اللوز افيلي، غادي نزينها غير باللوز افيلي، والتزيين كيبقى اختياري. ممكن توضعوا عليها شرائح ديال الخوخ او شرائح ديال الفريز او ديال البنان، كيبقى التزيين اختياري. صافي هانتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نشوفوا الشكل، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرطه ديالنا. كتجي لذيذه اقتصاديه، ما فيهاش مكونات بزاف، بارده منعشه في هذه الحراره. نتمنىكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ودوليداتكم. ما تنسونيش في الاعجاب في القناه وتشجعوني باللايكات ديالكم. شكرا على المشاهده، وبسلام عليكم.